نحن بنات بلد واحد. حمزة منبيبي هو الحساب الإجرامي. رأني أنا أختي. أنت مدانة. سعيدة شرف تكذب دنيا بطمة وتكشف وثائق قضية حمزة منبيبي. تدليس وكذب وبهتان عند الفرقة الوطنية وغنحطها لك في ستوري. لا لتسييس هذه القضية. حمزة منبيبي هو الحساب الإجرامي. خرجي كذبيني، خرجي قولي ما لقاوش تليفونك. باين ان قضية حمزة منبيبي فعلا وصلت لنهايتها. من بعد كل السنين دي اسرار وخبايا هتنكشف. فسعيدة شرف اللي تعتبر طرف في القضية دي قررت من بعد صمت طويل انها تعمل مؤتمر صحفي بعد ما استفزها بس دنيا بطمة الاخير بعد ما ذكرتها فيه. ديال هذيك السيدة اللي كتدعي انها دارت شكاية تمرير مغالطات للرأي العام هو اللي خلاني نخرج اليوم، لأنه لا يمكن أنني نسمع تزيين صورة شخص على حساب شخص آخر. ماشي تخرجي وتحطي فيا اللي ما فياش، تلمعي صورتك على ظهري. لا، أنت أم أنا أم، عندك أطفال أنا عندي أطفال. أنه تخرجي للرأي العام وتقولي لهم كلام غير واضح، تدليس وكذب وبهتان ومجموعة من الأشياء مغالطات اللي كانت في هذاك اللايف. فدنيا اشارت بطريقة غير مباشرة ان سعيدة قدمت شكوى فيها في قضية حمزة منبيبي. بس شكاية بينا بالاسم، ها هي عند الفرقة الوطنية وغنحطها لك في ستوري. تقول بأنها حكمت بشهادة زور. لماذا لم تطعني في الشهادة الزور؟ كان لديك دفاع. أنا مشتكية بالحساب، فكيف لي أن أشتكي وأن أكون شاهدة؟ فأنا لست بشاهدة، أنا لم أقم بها ضدك. فقلت لو كان هناك شكاية أتحداها أن تطرح الشكاية على حسابها الخاص، وأنا مستعدة للتنازل على هذه الشكاية. هذا دليل واضح وكافي على أنه لم تكن هناك شكاية. ونافت سعيدة في المؤتمر الكلام اللي قالته دنيا بطمة في البث عن ان القضاء المغربي براها من كل التهم اللي تمت متابعتها بيه. شكرا للقضاء المغربي اللي برأني من هذا الحساب اللي دار زوبعة. برأك من ثلاثة، برأك من 3 تهم، ولكن أدانك ب3 تهم، فأنت مدانة ب3 تهم. جبت منطوق الحكم يعني الاستئنافي، يعني الأخير، يعني كيكون ابتدائيا ثم استئنافيا. هذا المنطوق هو صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، يعني ماشي باسم سعيدة شرف. يعني هذا قول القاضي وليس قولي. هذه المستندات جبتهم أنا من الملف، وغادي نعطيكم رقم الملف. لماذا أخفيت الحقيقة؟ يعني أنت قلتي أنه برئتي من 3، ولكن كنت تقدري تكملي وتقولي لهم أنا أذنت ب3 تهم، ولا تقولي أنه السبب كان هو سعيدة شرف أو مؤامرة أو مش بس كده، فدنيا نشرت ستوري على الانستجرام أشارت فيها إلى أنها قدمت شكوى في سعيدة شرف إلى أن سعيدة بتتهرب من التبليغ. أنا لحد الساعة لم أتوصل بأي استدعاء. لو أنني بلغت أكيد أنني غدا، أنا مواطنة بحال الناس أتنفس القانون. هي حطت بي شكاية مباشرة وشهرت بها في حسابها الشخصي، ألغت مهمة العون القضائي. كيف تقومين بدور المحكمة ودور العون ودور؟ ومن أبرز النقاط اللي وضحتها سعيدة في المؤتمر هو تأكيد وجود أدلة في موبايل دنيا بطمة تثبت علاقتها بحساب حمزة منبيبي. أنا أتحداها مرة أخرى أن تنكر الخبرة التقنية والعلمية على هاتفها الخاص، لأنه كان فيها مجموعة دلائل ومجموعة براهين، ومنها المحادثة الشخصية بينه وبين الحساب الإجرامي، حساب حمزة منبيبي. والمحادثة دي كانت من أبرز الوثائق اللي عرضتها سعيدة في المؤتمر. هذا دليل بين، وما تقولوش لي هذه راه محادثة عادية. كان محادثة حول صورة لزوجي ومعلوماتنا أخباري وكيف سيتم طرح هذا الشيء بحساب حمزة منبيبي. فهذا الشيء كيألم، وتحديتها قلت لها تخرج وتكذب هذا الخبر. فسعيدة شرف كانت واحدة من ضحايا الحساب ده. أنا دوزت أيام سوداء من هذا الحساب، استبيحت حياتي الشخصية كلها، أولادي وأمي الله يرحمها وأبي وكل شيء، وكنت حامل ودوزت أصعب حمل في الدنيا، وولدت بنتي قبل الوقت. أنا ماشي أم، أنا لا أنتمي إلى هذا البلد، ولا أنا ماشي مغربية. التاريخ والأرشيف لا يرحم. وطالبت سعيدة شرف من دنيا إنها ما تسيسش القضية. لا لتسييس هذه القضية. عيب أن تقولي لأنك غنيتي للصحراء المغربية، ولأنك غنيتي بالملحفة، ولأنك ذهبتي إلى العيون وإلى كل شيء. المغنيين مشاو للعيون، وكلنا غنينا للصحراء، والعالم كله المواطن لا يمن على وطنه. وأكدت سعيدة شرف في الختام على أنها ورغم كل اللي حصل ما بتتمناش لدنيا أي شر. بغيتنا نوصل واحد الكلمة أنها ماشي شامتة، وما بغيتكش تدخلي للحبس. لا أريد سجنها وبناتها
تؤلمني نفسي أكثر من أي واحد، لأنني ولكن يجب المحاسبة مع الذات، يجب المصالحة مع الذات. أنت نفسك جلسي مع نفسك وديري حساب، ديري محاسبة مع نفسك. فمن خلالكم أقول لك أنني لست عدوتك، ولكن أنت عدوة نفسك. أنا كنت أتوقع صحو الضمير في هذه الخرجة، كنت أتوقع أنك تخرجي للرأي العام ويكون هناك اعتذار من الناس. استعطفي بالطريقة اللي تبغي وطلبي اللي تبغي، إن شاء الله يا رب يتحقق، ولكن ما تمريش مغالطات. لو خرجتي في صحوة الضمير كنت أنا غنخرج نطلب معاك ونستعطف معاك، ولكن باش تخرجي وتبغي ديري ترويض، يعني إيهام الناس بأشياء غير موجودة، لا. نحن بنات بلد واحد، علاش بغيت تخلقي عداوات من لا شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأعزاء، كنتمنى دائما تكونوا بأفضل الأحوال وانتم كتابوا معنا هذا الفيديو. إذا إخواني أخواتي، قبل ما نبدا في هذا الفيديو هذا كنتمنى أنكم تشجعونا باللايكات، لأنه إخواني أخواتي بالفعل كنتعرضوا لواحد الحملة ديال السينيال. هاد الناس هادو ما بقاوش بغا كل واحد يدافع بشرف، لا، يا إما خاصكم تسكتوا يا اما غادي يعني نطرقوا العمليات الاجراميه اللي بطبيعه الحال متعوده عليها باطمه. انا كنعرف الناس اللي كيبغيو يدافعوا بشرف وكتدافعوا على دنيا باطمه، فخليوا الراي العام هو اللي غادي يحكم. هذه اول حاجه، انت دافع بطريقتك وانا كندافع بطريقتي. علاش السينيال باش انه صوتنا ما غيوصلش. انا نقول لكم من هنا بعد هذه القناه المتواضعه، انا سينيالي وصباح وعشيه وما تنعسوش ويضركم صبيعاتكم وحالتكم حاله. انا الله يجعله يتفرج فيا غير 1000 واحد، غا 800، غا 10 يتفرجوا فيا، راني ما ساكتاش وما غاديش نسكت. خذوها هذه وديروها حلقه في ودنيكم، وياك ما يسحاب لكم انا عايشه بالقناه. ما عايشاش بقناه، انا راه ملي كيطلع ليا القناه في راسي كنمشي نخليها وكنمشي نعيش حياتي. وكان كترع وكنرع يا خوتي بعجاجتي، يا خوتي راني رجعت بعجاجتي. يعني ما كيهمنيش داك السينيال ديالكم، ولكن المشكل انكم بينتوا انكم ما كتدافعوش بشرف، انكم باغيين تغطيو الحقيقه، ولكن اليوم تعريتوا في العالم العربي. نقول لكم واحد النقطه اخرى، شي نتا ولا انتي ولا انا ولا فلان ولا فلان لا دوا، راه ماشي حنا لا سكتونا باطمه ما غتدخلش للحبس، حيت ماشي حنا اللي حكمنا، ماشي القضاء حكم باسم القنوات واليوتيوبرز، ولا القضاء حكم باسم سعيده الشرف، راه الحكم كان باسم جلاله الملك. وكون كنا حنا كنأثروا بالفعل على القضاء، راه خير دليل القضيه ديال داك الشخص اللي كنا كندافعوا عليه. داروا وقفات في اوروبا، درنا محامين الهايلاله والحاله حاله، ولكن راه كان الكلمه الاولى والاخيره ديال القضاء المغربي. يعني حنا راه غير كنناقشوا مع المتتبع، كل واحد كيبغي يوصل الفكره ديالو كيف ما بغى، ولكن نتوما ما كتدافعوش بشرف، باغيين تغطيو الحقيقه، ولكن الحقيقه اللي بغيتو تغطيوها راه بانت. وعرفتي شنو هي الادانه في ملف حمزه منبيبي، ورفض الملف في محكمة النقد وتأييد الحكم الاستئنافي اللي هو سنة سجن نافذة. يعني واخا تغطيو حتى تعياو، الحكم باسم جلالة الملك والإدانة من طرف محكمة الاستئناف بخصوص ملف حمزة منبيبي، والسجن ينادي. يعني ما غتخسروا والو بداك السينيال، هكا تعذبوا ريوسكم. حنا راه داويين، حنا راه كنبغيو غير نشاركوا مع المتتبع، حنا راه غير كنبغيو نعطيو توضيحات للمتتبع، كنعطيو يعني شي حوايج اللي بطبيعه الحال نكونوا حنا عندنا افكار وكنبغيو نشاركوها مع المتتبع. يعني راه لا حنا ولا نتوما ما غديروا الباطمه شي حاجه، بالعكس نتوما راه غير خرجتوا على مني قلتوا لا خرجي
خرجي ضربي في سعيده وخرجي جيشي ليها الراي العام. سعيده ما حارفك لا تي ولا انت ولا باطمه ديالكم ولا اللي غيهاجمها. كون كان كيهمها ما غديرش ندوه، وكون كان كيهمها ما غطلعش في قناه اي تي بي العربي وغدوي باللغه العربيه، اللغه اللي بطبيعه الحال كيفهمها العالم العربي. العالم العربي كيفهم اللغه العربيه. اللي ضراتكم قالت لكم اخوتي علاش تدوي باللغه العربيه؟ ياك ما دواتش بالخليجي، ياك ما تصنعتش ودوات بالمصري ولا دوات بالاردني ولا بشي ولا بالعراقي، دوات باللغه العربيه اللي بطبيعه الحال لغتنا ولغه القران. فهمتوا او لا؟ يعني غير كتعذبوا روسكم. احنا راه غاداوين، راه القرار كيبقى الاول والاخير ديال القضاء، والقضاء هو اللي يحكم. اما حنا راه غير كنا كنناقشوا الموضوع بما انه قضيه راي عام ديال واحد المغنيه اللي دارت حساب. داك الحساب كنا حنا من المتتبعين ديالو وعارفين الافعال الاجراميه، وبطبيعه الحال هادشي كنا كنشاركوا مع المتتبعين. فما فهمتكمش باغيين تغطيو الحقيقه، راه الحقيقه بانت من زمان، بانت من زمان. الحقيقة بانت مني باطمة ترفض الملف ديالها في محكمة النقد. وكيف ما قال الأستاذ الله يرحمه بوعشرين، الحكم هو عنوان الحقيقة، الحكم هو عنوان الحقيقة. يعني ما عندكم ما تغطيو وما عندكم ما تضرقوا بداك السينيال، وكونوا كتدافعوا بشرف، كونوا شريفين، تكونوش خبيثين وفيكم الخبث. اش غتصوروا ملي انا غادي تسينياليوني وتمشيو تسينياليو قنوات اخرى اللي تا هما كيهضروا؟ اش يعني درتو داكشي واضح وبين؟ يعني جميع القنوات اللي سبحان الله كيهضروا على باطمه بدا السينيال ديالهم باش نتوما بوحدكم تبانوا في الصوره. اشنو غادي تغيروا الباطمه الا غدا تم الاعتقال ديالها؟ اشنو غادي تغيروا ليها؟ تغيروا ليها شي حاجه؟ على انتي ولا انت اللي كتكلم غيسمعك القاضي وغيقول لك احبس؟ لا تسمو القناه هذا عندو الحق. صافي دنيا باطمه بريئه، غيخرج القاضي ويقول لكم في الاعلام راه بريئه. حنا عارفين كنا ان القضاء يعني راه كيحكم بداك الشيء اللي عنده وبالادله اللي عنده، والقضاء ما كيضغط عليه حتى شي واحد. فهمتوا؟ القضاء ما كيضغط عليه حتى شي واحد. وقلت لكم خير دليل القضيه اللي كنا متبنيينها، اللي يعني كانوا دارون وقفات والحاله حاله وكل شيء والناس كيطلعوا وكيبكيو، والمهم داكشي ماشي مشكل في سبيل الله. ولكن راه ما تغيرت حتى شي حاجه، ما تغيرات حتى شي حاجه. كانوا كيداروا لايفات بالسوايع، كانوا ناس كيطلعوا من بقاع العالم كيتكلموا وكيناشدوا القضاء، وما تغير حتى شي حاجه، وتمت الادانه. ولكن ما خرجناش كنهاجموا بلا شرف، كنتكلموا بالشرف. ومني تمت الادانه تقبلنا الموضوع، ما نضناش خرجنا ضربنا في القضاء اولا ضنا كنهاجموكم ولا ضن لينا كنسينياليوكم. لا، كل واحد عنده قناته يعطي الراي ديالو كيف ما بغى، ورا الحكم كيبقى المتتبع، ورا المتتبع راه ما عنده حتى شي سلطه على القضاء. عباد الله مالكم كالخين؟ مال هاد الكلاخوز ديالكم؟ ما راه حتى المتتبعين راه نكونوا واضحين، راه القضاء راه ما كيحكم عليه حد، راه ما كيضغط عليه حد. راه شحال من عام وحنا كنبحوا على النقد، مني بغاو راه جبدوا الملف ديالها ورفضوه، صافي تمت المعالجه ديال الملف، طالعوا على الملف شافوا انه ما فيه لا اغلاط لا حتى شي حاجه، صافي. واش ولا خوتي بنادم كيعطي دروس ولا هو داير راسو حسن من قاضي وحسن من محامي؟ بحال انت قاري القانون، راه حنا كنا ما حتى واحد ما قاري القانون في هذا اليوتيوب، ولكن كنحاولوا اننا نعطيو الحقيقه للمتتبع،
باستشارات قانونيه، ماشي برك انا نطلعوا نقراو. يعني يا خوتي اش غنقول لكم، هاد الناس صراحه انا غنقول لكم من هنا سينيالي وحتى الصباح الله يجعل يبقى يتفرج فيا غير 1000 واحد. كنقول لكم من هنا انا ما كيهمونيش الارباح ديال اليوتيوب، ما عايشاش بيهم. فهمتوا؟ انا ما عايشاش بالارباح ديال اليوتيوب، وخير دليل انني كنغبر مرارا وتكرارا، وما كنغبرش بالسيمانه ولا كنغبر بالشهر وبالشهرين وب3 شهور و4 شهور و5 شهور و6 شهور، وبعد مرات ترشق ليا حتى عام، مره شي وقيلا غنوصل عام نمشي نغبر، ولكن كنغبر بمزاجي. فاش غنقول لكم اخوتي، المهم هذه كانت بدايه لهاد الناس هادو. المهم كنتمنى انكم تشجعونا بالتعاليق ديالكم وايضا باللايكات اخوتي، اللايكات وعلاش لا حتى البارطاج، باش نشوفوا هاد الناس هادو فين غادي يوصلوا. حنا راه غير كنشاركوا، راه الكلمه الاخيره الاولى والاخيره ديال القضاء المغربي، وراه القضاء قال الكلمه ديالو، بغيتو ولا كرهتو. المهم اخواني اخواتي، شفتوا الخرجه ديال سعيده شرف المراه الحديديه هذه اخوتي، كنصفق ليها المراه الحديديه، رغم داك الهجوم وشريان الصفحات والضغط على القنوات باش انه ما يوصلش الصوت ديالهم وبزاف ديال الاشياء والذباب الالكتروني هاجم، راه ما سكتت على الحق ديالها. وانتوما اللي كتدافعوا على باطمه، هذه رساله لكم، ماشي اول مره كتخرجوا عليها، هذه يعني المره الاولى الثانيه الثالثه. ورا سعيده وما عقلاتش على محامي قاري في القانون وما بانش قدامها، وخرج وقدم الاعتذار ديالو في شوف تيفي. ما حسكم غتعقل على باطمه الكسوله ديالكم؟ ها الكسوله اللي خارجه كطرطق عينها وكتكذب. دابا اشنو دابا؟ حنا كنقولوا القضاء قال الكلمه ديالو وفي السوشيال ميديا وفي الاعلام العربي اللي دابا سعيده خرجت ووضحات بواحد اللغه اللي هي سليمه ما فيهاش اخطاء، وقالت الحقيقه وعطات الحقيقه، وقالت ليها كل ما خرجتيش وباغا تزيني صورتك على ظهري وباغا تهيجي الراي العام وكتضربي في القضاء وكتقولي انني انا شهدت شهاده الزور وانني انا دعيتك وهذه ما كنتش غادي نخرج. ولكن نتوما اللي دفعتوا باطمه ان سعيده شرف توصل لهذا الشيء هذا. راه بطبيعه الحال راه الانسان اللي كيكون عنده الحق وكيعرف انه ما ظلم حد وما تعدى على حد وكيكون الحق في صفه، راه بطبيعه الحال راه ما كيسكتش على الحق. وسعيده ما سكتتش على الحق لانه الحق في صفها، لان هاد السيده اللي نتوما كتقولوا لك سيده تا سعيده راه تا هي عندها وليداتها، تا هي ديك السيده عندها اسره. ولكن باش هاد السيده تحشم على راسها لا غير ما زايده كطرطق في عينيها وكتكذب. ايوا دابا كي جاكم هادشي اللي طرا اليوم في ايتي بالعربي، لا كتهضر باللغه العربيه زعما باش توصل لهم توصل لهم من بعد. ياك ما صورتوا والو، ديك ضغطتوا تعييتوا، ما صورتوا حتى حاجه، ما صورتوا والو. وشتي هادشي كامل طال الزمان ولا قصار، القانون هو اللي غيطبق، والقانون هو اللي غادي يقول الكلمه الاخيره ديالو. يا هاد السيمانه يا السيمانه الجايه يا اليوم يا غدا يا بعد غدا يا الشهر الجاي، المهم القضاء في الاول وفي الاخير غادي يقول الكلمه ديالو. فاش غنقول لكم اخوتي صراحه يعني هادشي هذا اللي كيديروا هاد الناس هادو لانهم يعني مولفين داك الاجرام يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، باغيين يسكتوا عباد الله، باغيين يزينوا الصوره ديال هاد المدانه ديالهم. ولكن للاسف الشديد ما زادوا غير دابا بانت الحقيقه اكثر واكثر للراي العام حتى في الدول العربيه. يعني دابا تم الحسم في هذا الموضوع، صافي الناس العالم العربي كل شيء ولا عارف، لان سعيده ما دواتش بفمها، دوات بدلائل وبوثائق وباحكام اللي بطبيعه الحال خارجه من المحكمه، ماشي غير هكاك لفقات التهم. وسمعتوا اخوتي تكلمت على هذيك الشكايه اللي دارت بها باطمه، قالت لك بانه باقا ما وصلني حتى شي حاجه، ونهار اللي غادي يوصلها راه بطبيعه الحال حتى هي راه غادي تمشي مع القانون.
ما عندهاش مشكل، وما ديرش ما تخافش، ما ديرش ما تخافش. والله الا قالك اخوتي ضرهم الحال على السعيده شرف تدوي باللغه العربيه الفصحى. والله زعما كيما دابا كون دوات بالخليجي ولا بالمصري كتبعك شوف هاد. وانا بطبيعه الحال راه قناه اللي هي قناه عربيه ماشي قناه مغربيه، عندها الفرع ديالها في المغرب، ولكن راه في الاصل راه هي قناه يعني عربيه من بين القنوات اللي كاينين في الام بي سي. فيعني واش غنقول لكم اخوتي، هاد الناس هادو يعني ما بقى ما يتقال. انا نقول لكم من هنا ما بقى ما يتقال، صافي رفعت الجلسه، الحكم هو عنوان الحقيقه. حنا كنتسناو دابا غير تطبيق القانون، يعني الا كان شي عفو ولا شي حاجه راه ما تحلمش به باطمه، ما تحلمش به. وهادشي راه خرجوا اساتذه يعني اللي تكلموا في هادشي، ومن بينهم الاستاذ السناوي اللي وضح يعني جميع المساطر القانونيه بخصوص يعني العفو الملكي واشنو كيدار مورا النقد. فهادشي اللي كاين اخوتي، ما غاديش نطول عليكم، كان فيديو فقط يعني قصير، حاولت انه يعني نشارك معكم بطبيعه الحال الخرجه ديال سعيده شرف في اي تي بالعربي، وحتى لهاد الحمله اللي منوضينها هاد الناس على القنوات اللي بطبيعه الحال كانوا دائما ضد الحساب ديال دنيا باطمه او لم عفوا الحساب ديال حمزه مومبيبي اللي بطبيعه الحال مشاركه فيه دنيا باطمه. وكيف ما قالت سعيده شرف يعني باطمه ما عندهاش مشكل، ما عندهاش مشكل يعني مع الناس، ولكن راه عندها مشكل مع راسها وخاصها تمشي تعالج راسها، وخاصها تشوف المشكل اللي مع راسها وداك الحقد اللي عندها مع راسها تحيده وتكون شويه واقعيه باش تقدر انها تزيد لقدام. اما لا بقات بحال هكاك فراه بطبيعه الحال راه كلشي ولا باين وواضح. هادشي اللي دارتي لا ياش وصلها لهادشي دابا اللي هي دابا كتعيش فيه، وهادشي ما وصلوا لها حتى شي واحد اخواني اخواتي، ما وصلوا لها حتى شي واحد، وصلوا لها راسها ودماغها والناس اللي دايرين بها. صافي اخوتي هادشي اللي كاين، ما غاديش نطول عليكم اخواني اخواتي. كيف ما قلت ما تنساوناش باللايكات ديالكم، اللايكات اخوتي والتعاليق ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء، ونشوفكم في فيديو مقبل باذن الله.